السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم ماريا. كنشكر جميع المتتابعات اللي كيتابعوني وكيشاركوا معايا الوصفات اللي كنقدم لكم وكيشجعوني. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة جديدة، واللي هي عبارة عن وصفة هائلة في تبييض الأسنان. فهاد الوصفة كتكون مكونين فقط، ولكن النتيجة ديالها رائعة. فهاد المكونين موجودين في اي بيت. كنصحكم انكم تجربوا هاد الوصفة وباش تهناو من اصفرار الاسنان. في هاد الوصفة غادي نحتاجو الملح الطعام، وغادي نحتاجو العصير الليمون او الحامض. هاد الطريقة غادي ناخدو القليل من الملح. بسم الله. وغنضيفو ليه عصير الليمون. بطبيعة الحال ما غاديش نحتاجو ليمونة كاملة، نحتاجو غير النصف فقط. غادي نعصرو عصير الليمون. ليمون. من بعد ما خلطنا عصير الليمون مع الحامض، غادي ناخدو فرشاة ديال الاسنان. هاد الفرشاة غنستعملوا هاد الوصفه من بعد ما نكونوا نظفنا الاسنان ديالنا بمعجون الاسنان. غادي ناخدو القليل من هاد الوصفه، وغندعكو بها الاسنان ديالنا جيدا. بهذه الطريقه ندعكوهم جيدا، ونحاولوا ما نقيسوش اللثه ديالنا باش ما نسبوش في التهاب. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوها باش تحصلوا على نتيجه رائعه في تبييض الاسنان. بطبيعه الحال ما غاديش تحصلوا على ابتسامه هوليوديه من اول لحظه، فلكن غتلاحظوا الفرق والنتيجه من اول استعمال. وكنصحكم انكم تجربوها. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناه الداري وديروا جيم للفيديو. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.